مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. معادلة الترانسبوز كلنا عارفينها، معادلة سهلة جدا وبيتحول الصفوف لأعمدة على حسب ما احنا محتاجين. هنشوفها معانا سوا في الجدول البيانات ديت، هنستخدمها حولناها إلى أعمدة، ونبتدي نكرر المعادلة اهي على باقي الصفوف اللي موجودة عندنا في الجدول. نلاحظ هنا مجرد ما باكررها بالاقيها بقى بتبتدي تاخد من الاسم اللي بعده وتمشي، تقعد تعمل ترانسبوز للباقي. فأنا هاجي هنا أزود معادلة عشان أعملها على الاسم الأولاني بس، إن ده الاسم ده لو بيساوي فاضي اديني فاضي، لو كده اعمل الترانسبوز. كده أنا حليت أول مشكلة عندي، وهي إن أنا هيجيب لي الأسماء اللي موجودة قدام كل قائد فريق مرة واحدة. زي ما احنا شايفين كده قدام الاسم الأولاني الفريق بتاعه دوت، قدام الاسم التاني الفريق بتاعه. ولو قررنا المعادلة في على باقي الجدول اللي موجود عندنا عن قائد كل قائد، هنلاقيه جاب الأسماء بتاع الفريق اللي موجود ده. هنلاحظ حاجة عندنا إن هو وقف عند اسم معين وما جابش بقية الأسماء اللي موجودة، وده بناء على إن أول معادلة عندي أنا واخد الرينج بتاع ترانسبوز 6 بس، فهو كل اسم كل ما أكرر المعادلة بياخد 6 صفوف بس. وبالتالي أنا عندي الجدول ده فيه 6 فيه 7 فيه 5 فيه 10، على حسب كل فريق من الفرق اللي موجودة عندي. فالعدد الموجود بتاع الصفوف مش واحد. كده أنا عندي مشكلة تانية. باحل المشكلة دي تاني، هنحلها بالكويرت، وبعد كده نعلم جدول البيانات اللي موجودة عندنا، ونخش على data ونفتح table and range. هيفتح معانا الجدول على query. بعد كده هنعمل شوية خطوات هنا وهنوصل للي احنا عايزه. أول حاجة أنا هحدد على الأربع أعمدة وأعمل fill down عشان يملى الأسماء اللي موجودة عندي اللي فيها blank، ويكرر الأسماء زي ما احنا شفنا كده. الخطوة التانية بقى أنا هعمل كليك يمين هنا وهعمل جروب باي، وهعمل ادفانسد، وهعمل عدد الأعمدة اللي قدامي اللي أنا هحتاجها، وهبتدي أختار كل عمود. أول حاجة المسلسل، تاني حاجة الكود، تاني حاجة القائد، وبعد كده المستوى. وبعد كده هاجي هنا على الأوبريشن اللي موجودة ديت واختار منها هتبقى all row. الأوبريشن اللي موجودة دي اختار منها all row، بعد كده أعمل أوكي. هنيجي هنا هنشوف ليه عمل لي تيبل. التيبل ده هيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل اسم بالفريق بتاعه، يعني هاخد أول اسم وادي الفريق اللي موجود عندي. لو احنا شفنا على تاني تيبل هنلاقي نفس الكلام، ادي الاسم وادي اسم الفريق بتاعه، وهكذا. هبتدي بقى الخطوة اللي بعد كده نعمل معادلة كده على الاف اكس. ركز معايا، هنيجي هنا قبل جروب رو ونعمل قوس، ونيجي قبل القوس ده نكتب المعادلة دي تيبل ترانسفورم كولوم. بعد كده جروب رو نعمل كوما ونكتب قوسين معرج، وبعد كده علامة تنصيص في النص، ونكتب اسم العمود اللي ظهر معانا في التجميعة بتاعت التيبل وهتبقى كاونت. هنكتب هنا دي اسمه كاونت. وبعد كده نعمل كوما في نفس القوسين المعرج ده ونكتب اتش اللي هي يعني كل، ونعمل اندرسكول، ونعمل قوسين كمان اللي هو هنكتب فيه بقى العمود اللي احنا محتاجينه يتقسم لأعمدة. طبعا انا مش فاكر اسم العمود دوت، فهكتب هنا بس قوسين كده، وهاجي هنا واقفل المعادلة. وبعد كده هيجيب لي ايرور مش مهم، هرجع بس خطوتين هجيب اسم العمود هو اسم الفريق ده واخده كوبي، وبعد كده ارجع تاني على المعادلة واحط الاسم ده في بين القوسين ده واعمل علامة صح. هيشتغل معايا وكده حول لي التيبل ده لليست. لو وقفت على كل ليست هلاقي اسم الفريق بتاع كل واحد بقى موجود عندي. وهنا اعمل اكستراكت فاليو، وهنا يقول لي الاكستراكت فاليو دي عايز ما بينهم يبقى فيه ايه ديليميتر. هخش هنا على كاستم واعمل مثلا اندر سكول واقول له اوكي. فكده بقى عندي كل اسم الفريق في عمود واحد، وما بينهم الاندر سكول اللي انا عملتها ديليميتر دي. بس انا محتاج ان كل اسم يبقى في عمود لوحده، وده اللي كان الهدف الاساسي عندي في الجدول اللي انا بعمله. هخش هنا على سبليت كولوم واختار من هنا الديليميتر بتاعي
اللي أنا محتاجه يتقسّم بالcustomer والunderscore اللي أنا عملتها وأعمل أوكي. لو جينا بصّينا هنا كده هنلاقي كل واحد قائد بقى قدّامه اسم الفريق بتاعه في كل عمود الاسم بتاعه، سواء بقى كان الفريق ده 10 أسماء أو 5 أسماء أو 6 أسماء، على حسب كل فريق هيفرد العدد الكولومات اللي موجودة لكل قائد من ده. هاعمل close load to واختار هنا مثلًا exit sheet أو new work sheet أي حاجة، ابتدي أختار new work sheet أوكي، هيحمّل معايا الجدول وهيبقى دي النتيجة اللي أنا محتاجها، أدي اسم القائد وقدّام كل اسم قائد أسماء الفريق بتاعه كلّها، كلّها اتحوّلت لأعمدة، وبس كده.